الصور يا فوزية. لأسود الجزائر تمر بسهولة والكل يحيي، الكل يحيي. حييهم معنا يا فوزية. الكل يحيي هنا وتجدون الجماهير والشباب الذي يلحق بالحافلة وكله وهو يهتف بحياة الجزائر وبحياة الفريق الوطني. إنها هبة جماهيرية قوية تدل على قوة الجزائر، والجماهير تتبع الحافلة. الجزائريين. صورة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أيضا أمام في قلوبهم. إنها هبة وما أدراك ما هذه الهبة، أن تكون للوطن. الصورة الآن واضحة لأشبال سعدان ورفقاء زيان. هذه الصور التي تشاهدون تقشعر لها الأبدان وتملأ عيوننا الدموع. يستقبلون استقبال الأبطال والعظماء. وأملا في هذا الوطن. ما زالوا يطلبون من المناصرين مساندتهم بالحركة محمد، وكأنهم يريدون القول تابعونا، رافقونا، ناصرونا أكثر، سنكون عند تحقيق طموحكم وحسن ظنكم. الحافلة ابتعدت عن شارع الاستقلال بالعاصمة، ولن نبتعد عن هذه الأجواء مشاهدين. ما زلنا نرصدها الآن، متواجدون على مستوى مفترق الطرق أديس أبيبا. نصيرة، كان من المنتظر أن أكون هناك محمد، ولكنني وجدت نفسي رغم أني هنا معكم أعلق على هذه الصور. لا، سنذهب بعد قليل، طبعا سنذهب بعد قليل، لأن زملائنا طبعا في التلفزيون الجزائري كذلك سيضمنون البث المتواصل والحي لهذه الأجواء، أجواء البهجة. نحن ما زلنا معكم مشاهدينا إذن. الكل ينتظر بشغف حضور الأبطال، وصول الأسود إلى مفترق طرق أديس أبيبا المؤدي إلى قصر الشعب، قصر العزة والكرامة، كرامة الجزائري وكل جزائرية، حيث سيقيم فخامة رئيس الجمهورية راعي الرياضة الأول حفل استقبال على شرفهم وعلى شرف الفنانين الجزائريين كذلك، فهم رواد كذلك للرسائل السامية والراقية. نصيرة، وهو من كان الدفع والسند القوي لهم في هذه المباراة الحاسمة، فبقراراته استطاع أن يمكن الجماهير الجزائرية من مناصرة فريقها في في مقام الملحمة في درمان بملعب المريخ، وتم التكفل بهم إلى آخر لحظة، وسيكونون مع هذه الفرحة حينما يعودون في الساعات المقبلة. التعب بعيد كل البعد عن عناصرنا الوطنية. بإمكانهم أن يلعبوا مباراة أخرى بعد هذا الحماس، بعد هذا الاستقبال الحار من قبل الجمهور الجزائري. لو لعبوا المباراة مع المناصرين أكيد المناصرين راح سيكون تعادل للذهاب إلى جنوب إفريقيا. سيكون تعادل. نعم، أنا أضم صوتي. وقد يقتضي الأمر مقابلة فاصلة. جيد. أين التعادل طبعا بالفوز، تعادل ونفس الشيء فوز للجزائر ككل. قبل أن يحلوا بالعاصمة الأسود الأبطال الرجالة حلوا بقلوب كل جزائر وجزائرية تتابع معنا هذه الصور الحية مباشرة مشاهدينا عبر التلفزيون الجزائري بقنواته. ربما يود في هذه اللحظات كل مناصر وهو